الهواء مباشرة من ريو دي جانيرو. موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. أهلا بك علاء، وما الجديد لديك؟ تحياتي. منذ نحو الساعة ونصف انطلقت الجلسة الثانية في أعمال هذه القمة الهامة، جلسة تحت عنوان التنمية المستدامة والتحول الطاقي بالإضافة إلى التحديات المناخية. هذه العناوين هي العناوين الأبرز لهذه الجلسة، والجلسة يشارك فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمام سيادته واهتمام مصر لما توليه لهذا الملف من اهتمام بالغ. هذه الجلسة سوف تناقش عدد كبير من محاور العمل التي تندرج تحت هذه التفاصيل، بداية من الوفاء الدول بالتزاماتها لتعويض خسائر الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية جراء التحديات المناخية والتأثيرات السلبية للانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة. الجلسة تتعرض أيضا لمحاور عمل المجموعة بالإضافة بالتعاون مع الدول النامية ودول الجنوب بشكل خاص حول استدامة عمليات التنمية المستدامة في هذه الدول، بالإضافة أيضا لمناقشة قضية معضلة الديون وأيضا التمويل الميسر لضمان استمرارية عمليات التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، الصعيد الاجتماعي والصعيد الاقتصادي وغيرها من أوجه التنمية المستدامة، وصولا إلى التحول الطاقي باستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة. عقب انتهاء هذه الجلسة سوف تمنح فرصة للرؤساء والقادة والزعماء المشاركين لإجراء عدد من اللقاءات الجانبية الثنائية. بطبيعة الأحوال السيد الرئيس سوف يواصل عقد هذه اللقاءات مع عدد من القادة المشاركين، وتلتئم بعد ذلك الجلسة الختامية التي يعلن فيها بيان ريو دي جانيرو لهذه القمة، والذي من خلاله سوف يتم تسليم الرئاسة القادمة لدولة جنوب إفريقيا، بالإضافة أيضا إلى إعلان موقف الدول المجموعة باتجاه عدد من القضايا، أبرزها قضايا الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قضايا التغيرات المناخية، التنمية المستدامة، التحول باتجاه الطاقة النظيفة والمتجددة وغيرها من القضايا التي ناقشتها القمة على مدار اليومين، وإعلان انضمام الاتحاد الإفريقي رسميا كعضو كامل العضوية ضمن أعضاء مجموعة الدول العشرين، ليصبح عدد الأعضاء 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. نعم علاء، القمة فرصة لتسليط الأضواء على ما يحدث في المنطقة، مثلا في قطاع لبنان، الحرب الإسرائيلية عليهما. كيف تناولت القمة في فعالياتها ولقاءاتها، ونحن نتحدث عن قمة لزعماء العالم؟ ما الذي توصلوا إليه في هذا الصدد علاء؟ في ختام فعاليات القمة أمس صدر بيان مشترك من القادة والرؤساء والزعماء المشاركين في هذه القمة، وأيضا من خلال الضيوف الذين تم دعوتهم لحضور هذه الدورة. صدر هذا البيان المشترك وورد فيه دعوة القمة لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، سواء ضد قطاع غزة أو الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الدولة اللبنانية. ودعت هذه القمة عبر هذا البيان إلى تكاتف الجهود الدولية بالتعاون مع الدول المحورية ومن بينها مصر في المنطقة لحلحلة هذه القضية والوصول إلى صيغة من خلالها يتم ضمان سرعة إنفاذ المساعدات الغذائية والإغاثية، وأيضا السير في مسارات سياسية دبلوماسية تفضي إلى حل القضية بما يضمن عودة الهدوء والاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم. وأثنت القمة على جهود الوسطاء من بينهم مصر، وأيضا العمل على تكاتف الجهود بين المجتمع الدولي وبين هذه الدول لحلحلة هذه القضية وتهدئة الأوضاع في المنطقة بما يضمن
الأمن والاستقرار والإقرار لعمليات أخرى من التفاوض، سواء تفاوض مباشر أو غير مباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا جهود الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي ضد لبنان بالتعاون مع الدول المركزية والمحورية في عمليات الوساطة، ومن بينها مصر كما أشرنا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تم دعوة إدارتها الحالية، إدارة الرئيس بايدن، بعمل جهد مضاعف في طريق إنجاز هذه الوساطة وهذه التهدئة في المنطقة. إذن علاء، نحن بانتظار الجلسة الختامية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ننتظر معك الإعلان الختامي لهذه القمة. علاء رشوان، شكرا جزيلا لك.